ليه رغم ان انا طيب قوي الا ان كل مصايب الدنيا بتنزل على دماغي، وربنا بيوعدني بالمؤذيين في حياتي. خلينا نرجع بس لنقطة تعريف الطيبة يعني ايه. انا دايما بحب ان احنا نرجع للمفهوم عشان نفهم الحكم اللي احنا بنقوله ده صح ولا غلط. يعني ايه طيبة في الوعي الجمعي؟ لو انا قلت لك الشخص ده طيب، اول حاجة هتيجي في دماغك ان الشخص ده ساذج، ان الشخص ده ممكن يضحك عليه، او ان الشخص ده سوري في اللفظ اهبل. ده الوعي الجمعي. اول ما تقول ان الشخص ده طيب اول حاجة هتيجي في بالك، مع ان الطيبة معناها ان انا عندي بيوريتي، عندي براءة، عندي سلامة قلب، عندي خير وحب خير للناس. طيب انا بقى لو انا ظالم لنفسي وشايف ان انا عندي عدم استحقاق وعندي رفض وعندي وعايش وعي الضحية، هيجذب لي في حياتي اللي يؤكد لي هذا المعتقد ان انا مظلوم، ان انا ضعيف وان انا مرفوض وان انا غير محبوب، لان ده معتقدي اصلا عن نفسي وانا شايف ده عن نفسي. لكن لو احنا جينا سألنا قلت يعني يا وسام مفيش اي حد عنده بيوريتي وعنده طيبة وبيتأذي في الحياة؟ طيب خلينا نركز في النقطة دي شوية. ممكن على فكرة ان انت ممكن تكون عندك سلامة قلب وعندك بيوريتي وعندك براءة، ورغم ذلك ممكن تتعرض للأذى المتواصل لو بين قوسين انت ما عندكش حسن تمييز. يعني ايه حسن تمييز؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الملائكة قال لك انه خلق شياطين كمان، ولما خلق النور خلق الظلام كمان. فانت ما ينفعش انك انت تفكر ان كل الناس عندها البيوريتي دي والبراءة دي، وإلا هيجيلك الجانب المظلم منهم علشان يوريك ان في جانب تاني في الحياة، ويكون درسك انك تفهم ان في جانب تاني في الحياة. يعني انك لازم تفعل حسن التمييز وتفعل الين واليانج عندك، اللي هو انك انت بقلبك وبعقلك بتشوف الكلام او بتعقل الكلام، او بيبقى عندك حسن تمييز، مش هو كل الناس طيبة وكل الناس مفيش احسن من كده. الفكرة دي الحتة دي لو عندك، انت هتتعرض فعلا برضو لحاجات كتير عشان تبين لك الجانب المظلم منهم. لازم يبقى عندك حسن تمييز. جسدك ربنا سبحانه وتعالى خلقه عنده حسن تمييز. ازاي؟ يعني انت لما بتقابل حد لأول مرة وبتلاقي نفسك عندك انقباض في قلبك، او غصة، او ما غصة كده، او جسمك بيقول لك انتبه، خلي بالك. جسمك نفسه عنده حسن تمييز. على فكرة الجسد لا يكذب ابدا. اي احساس جسدي انت بتحسه، بالذات لاول مره لما بتقابل حد او بتروح مكان او كده، الاحساس ده لازم تعيره انتباهك وتصدقه جدا، لان هو اصدق احساس. هترجع وتلف تاني وتقول اصل انا كنت في الموقف ده حسيت، اول ما شفته حسيت. الاحساس ده هو اللي لازم تصدقه. على فكرة لو ما عندكش حسن تمييز حتى في أنبل المجالات اللي هي الروحانيات والطاقة والاتصال والحاجات دي، انت ممكن تتعرض على فكرة للنصابين والدجالين والمعلمين اللي حواليهم ناس كتير زي القطيع، وبيحسسك انك اقل منه وانك انت من غيره ما تسواش حاجة. لازم يكون عندك حسن تمييز. انا دلوقتي جيت قلت لك على تقنية، التقنية دي رهيبة ممتازة مفيش احسن من كده، ما تصدقنيش غير لما تجربها. قلت لك على معلومة او شفت معلومة او قرأت ابحث، اعرف هي صح ولا غلط. جرب التقنيات مرة واثنين وثلاثة لحد ما تشوف التقنية دي فعلا صح ولا غلط، جابت معاك نتيجة ولا لا. بلاش التصديق العمياني ده اللي انت ماشي ورا اي حد وخلاص، وان انت يعني بتقدس حد. لا للتقديس، ما تقدسش اي حد مهما كان هو مين، مهما كان عنده متابعين، مهما كان عنده شهرة، مهما كان عنده اي حاجة. ما تقدسش حد. عندك حسن تمييز، لازم تجرب ولازم تسأل ولازم تبحث وتفعل الين واليانج عندك، ان القلب والعقل الاتنين يبقوا شغالين مع بعض. ساعتها الاختبار بتاع الطيبة بتاعك وبتاع المؤذين اللي هيكونوا في حياتك هينتهي تماما. وإلا يبقى انت تعرف ان لازم يبقى عندك حسن تمييز لو انت فعلا عندك البيوريتي دي والنقاء ده. تاني حاجة انك انت ما تكونش عايش وعي الضحية وعايش الرفض والقلة استحقاق والحدود المخترقة وكل ده، وساعتها تقول ان انا بتأذى. لازم تشوف ايه الديفكت وفين المشكلة وتحلها من جذورها. وشكرا جزيلا.